بدون طهي وبثلاث مكونات فقط حضرت واحد الحاجه بزاف بنينه. متاكده لو كان تحضروها لولادكم حين يهبلوا عليها وحين يكملوها في دقيقتها. ديروا حفظ للفيديو وروحوا نبداوهم مع بعض. كما شفتوا هنا رحيت باكي كاطو في الاشواط، ضفت عليه مرفه كبيره تاع الكاكاو ومرفه كبيره تاع المارغرين. نخلط مليح الخليط هذايا، من بعد نليمو بشوكولا تختيني. هنا الخليط تاعكم كي تليموه ما ديروش جاري وما ديروش يابس تانيك. جبت لهنا هاد الليمون تاع لي دونات، عمرته لداخل بهذاك الخليط. من بعد كي نكمل نعمرهم كامل ندخلهم للمجمد واحد 30 دقيقه هكا باش كي نروح نديمو ليهم ومن بعد يجوني سهلين في الخدمه ديالهم. بعد ما يتجمدوا لي قلت لكم 30 دقيقه داخل المجمد نديمو ليهم. شوفوا كيف راح يديموا له معكم بكل سهوله، ما يتعبوكم ما والو. ومن بعد هنا جبت لاباطا كلاصي هذه تاع شوكاس، انا خيرت كونوازات على خاطر الذوق تاعها بزاف بنين. نروح ندوبها على حمام مائي بلا ما نضيف لها والو. هي هاد الشوكولا بزاف هايله، كي تذوبوها ما تحتاج حتى اضافه. ونروح نقلاصيهم بعد ما قلت لكم كنت جمدتهم، ونبدا نقلاصيهم بالوحده حتى نكملهم نخليهم ينشفوا. هنا كتزيين زينوهم كيما حبيتوا، تقدروا تخلوهم هكا، تقدروا ديروا لهم فيرميسيل دو شوكولا، تقدروا ديروا ميم كلاصاج غورمون زعما ترحيو شي مكسرات ولا وتحطوهم في الشوكولا هذيك. انا زينتهم بهذا الورد اللي كان متوفر عندي في الدار وخليتهم ينشفوا مليح. نحيت لهم هذوك الزوائد تاع الشوكولا وشوفوا لي النتيجه، جاو بزاف بنان وهايلين.